بأقل من 400 دولار تقدر تاخد شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز مع أقوى معالج نزل في فئته، بيقدر يوصلك ببجي 120 فريم مع بطارية كبيرة 5000 ملي أمبير بقوة 100 واط دعمها للشحن السريع، وكمان الشحن بيجي في العلبة. كل ده في تليفون انفينكس الجديد وهو انفينكس نوت 50 برو بلس. طبعا احنا كلنا عارفين ان انفينكس بتحاول بقالها فترة انها تخش الساحة وانها تنافس بشكل قوي، ولكن تحديدا في التليفون اللي انا هكلمك عليه النهارده هي مقدمة مواصفات مجنونة. وكمان زي ما قلت لك في الأول ان التليفون جايب 400 دولار، فده يعتبر حاجة كويسة جدا لان دي في الفئة المتوسطة. انت مش كل مرة هتقدر تسمع ان في 140 144 هرتز في الفئة المتوسطة. يلا اعمل كوباية القهوة بتاعتك الجميلة وتعالى اسمع معايا هندردش كده على التليفون الانفينكس الجديد او مشروبك المفضل، ويلا بينا نبدأ على طول. ديك هلا دوبوفون ولا خديوي ويلا بينا. تعالى بقى نبدأ بالتصميم. التصميم هنا الصراحة شكله شيك ورايق، الحواف بتاعته حواف كويسة، أو الفريم بتاعه فريم لامع كده، فريم جاي من المعدن، وكمان ظهره هنا جاي من الإزاز، فبيديك إحساس كده إن التليفون فخم وشيك، مع طبعا الثلاث كاميرات الموجودة في الظهر، وفيهم كده البتاع السنسور اللي بيقدر يقيس لك نسبة الأكسجين في الدم، ويقدر كمان يقيس لك أنت ضغط الدم بتاعك قد إيه. ودي ميزة طبعا ما بنشوفهاش في تليفونات كتير، فدي يعتبر ميزة أو نقطة قوة موجودة في التليفون. نقطة القوة مش تقنية، او مش هتقدر، قصدي يعني مش هتقدر تستخدمها في سواء كان الالعاب او الاداء، ولكن هي دي حاجه ما شفناهاش قبل كده. كل طبعا متعرف عليه ان الحاجه دي بتكون موجوده في الساعات بس، ساعات السمارت اللي في ايدك، ولكن هنا الفينكس بتقول لك او ضايفه لك هنا سنسور موجود زي كده زرار البصمه اللي كان زمان موجود في الظهر، بتحط صباعك عليه وبيقيس لك نسبه الاكسجين في الدم وضغط الدم. ودي طبعا حاجه هو افتكاسة كده كويسة جدا، ممكن في ناس تحبها وناس ما تحبهاش، ولكن دي حاجة لازم اقول لك عليها، ودي حاجة ما شفناهاش قبل كده، فتعتبر حاجة بالنسبة لنا جديدة وحاجة كويسة. فزي ما قلت لك هنا التصميم شكله رايق وحلو. اما بقى بالنسبة للشاشة، فالشاشة هنا هي بالنسبة لي هي دي اهم نقاط القوة في التليفون، لان اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم هي الشاشة بتدعم 144 هرتز. ايوه كده زي ما سمعت، 144 هرتز في الفئة المتوسطة بأقل من 400 دولار، دي حاجة تعتبر مجنونة جدا وممتازة. طبعا احنا عارفين ان التليفونات اللي فيها متوسطة عليا بتوصل 120 هرتز وبنقول الحمد لله كانت زي الفل، ولكن لما تحط لي 144 هرتز فدي حاجه كويسه جدا. الشاشه كمان هنا جايه معاك بحجم 6.78 انش من نوع اموليد بدقه فول اتش دي بلس، والوانها جميله جدا ومشبعه. طبعا مش عايز اقول لك ان الاداء معاك هيبقى طياره، فدي حاجه كويسه جدا وتعتبر من نقاط القوه في التليفون. تعالى بقى اكلمك هنا على الاداء والمعالج. المعالج هنا جاي من نوع دايمنسيتي 8850 مع 12 جيجا رام ومساحه تخزين 256 مع اسرع نوع من الذاكره اليو اف اس 4.0. الاداء هنا اداء ممتاز جدا، بيقدر يشغل لك ببجي على 120 فريم. وطبعا احنا عارفين ان شركه انفينكس هي عامله تعاقد مع شركه ببجي، ويعتبر المسابقات اللي اتعملت قبل كده واللي هتتعمل الفتره الجايه هي كلها بالتعاون مع شركه انفينكس. فدي نقطه قوه للتليفون، ان انت بتقدر هنا التليفون يعتبر للجيمرز او للجيمنج. لو انت بتحب تلعب العاب تقيله زي ببجي كول اوف ديوتي، فانت هتاخد اعلى اداء ممكن من الالعاب، اللي انت تقدر تلعب العاب على اعلى اعدادات. يعني زي ما قلت لك لعبه ببجي على 120 فريم، فدي حاجه ممتازه جدا، وده يعتبر زي ما قلت لك برضه في الفئه المتوسطه. ال 120 فريم دي تعتبر من نقاط القوه في التليفون. اما بالنسبه للكاميرات، فانت هنا عندك ثلاث كاميرات زي ما قلت لك في الظهر. اول كاميرا جايه بحجم 50 ميجا بكسل، ومعاها كاميرا الوايد برضه جايه بحجم 50 ميجا بكسل، وكاميرا التقريب او كاميرا الزوم جايه بحجم 8 ميجا بكسل. والصور هنا صور ممتازه جدا، فيها كميه تفاصيل كويسه، ومعالجتها الالوان معالجه ممتازه جدا. وكمان في ظروف الاضاءه الوحشه التليفون هيبقى معاك سندال وهيسد معاك بطريقه ممتازه جدا، وهتقدر تاخد عليها صور تعتمد عليها، وكمان ممكن ما تحتاجش تعمل عليها ايديت، تنزلها على طول على السوشيال بتاعتك. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه، فالكاميرا الاماميه هنا جايه بحجم 32 ميجا بكسل، ويعتبر الصراحه هي من افضل الكاميرات اللي انا جربتها لحد دلوقتي في الفئه المتوسطه، ان هي بتقدر تطلع لك صور حقيقيه، صور ممتازه، ما فيهاش كده معالجه اوفر، او تحس ان هي مطلع لك الجلد بتاعك مش طبيعي. لا بالعكس، الصور هنا طالعه حقيقيه من الكاميرا الاماميه، والتليفون هنا بيصور فيديوهات لحد 4K سواء كان بالكاميرا الخلفيه او الكاميرا الاماميه. بالنسبة للبطارية، فالبطارية هنا جاية بحجم 5200 ملي أمبير، وده يعتبر رقم ممتاز بتكمل معاك اليوم كامل. وأنا الصراحة بستخدم الموبايل هنا بشكل تقيل، سواء كان مكالمات، نت، تصوير، أو حتى ألعاب. الشاحن هنا جاي كمان بقدرة 100 واط، بيجي بعلبة الموبايل، ودي حاجة ممتازة جدا، بيقدر يشحن لك البطارية من 0 ل 100% في حوالي 30 دقيقة أو أقل، وده فعلا حاجة ممتازة جدا، وخصوصا إنك لو أنت مستعجل فالتليفون هنا أو البطارية هنا هتشحن معاك بسرعة جدا. أما بالنسبة للنظام، فالتليفون هنا بيجي بأحدث أندرويد، هو أندرويد 15، وكمان مع أحدث واجهة من انفينكس وهي برضو اسمها الاكس او اس 15. وكمان زي ما قلت لك مع دعمها لنوع الذاكره التخزين السريع وال 144 هرتز، فالاداء هنا هيكون معاك ممتاز جدا وهتنبسط بالاداء. اما بقى بالنسبه للعيوب والمميزات، فاول حاجه هنتكلم عن المميزات. اول ميزه عندك زي ما قلت لك ان الشاشه هنا جايه ب 144 هرتز، وده يعتبر اول تليفون في الفئه المتوسطه ينزل بمعدل التحديث ده. وتاني ميزه معانا وهي المعالج كمان هنا جاي ممتاز زي ما قلت لك، بيقدر يلعب لك ببجي على 120 فريم واداء ممتاز، وكمان 4 نانومتر مخليه لك الحراره واحنا
داخلين على الصيف الحاجة هتبقى معاك ممتازة جدا، لان هو استهلاك للجي بي يو والسي بي يو هيبقى قليل. وهو بالنسبة لي الميزة التالتة والاخيرة ان التليفون هنا زي ما قلت لك جايب 100 واط، فدي حاجة ممتازة جدا. احنا ما بنشوفش 100 واط في كل التليفونات اللي نازله في المتوسطة. يعني اسرع حاجة ممكن بنشوفها مثلا 90 واط في ريلمي. وكمان للاسف انت هنا بتتكلم على 25 الترا اللي نازل من سامسونج جايب قوه، يعني حرفيا اقل من قوه دي، جاي بقوه 45 واط. دي حاجه ممتازه جدا ان انت هنا بتاخد تليفون فئه متوسطه جاي كمان فيه 100 واط. اما بقى بالنسبه للعيوب، فاول عيب بالنسبه لي ان الواجهه هنا فيها بعض الاعلانات، وانا الصراحه شايف ان الموضوع ده مش كويس. طبعا هي مش زي السنين اللي فاتت، ان انا بالنسبه لي كنت دايما بحط شركه انفينكس واجهتها في العيوب، لان واجهتها كان بيظهر عليها اعلانات مش طبيعيه واعلانات مقرفه. ولكن دلوقتي فيها اعلانات بس اعلانات بسيطه وممكن كمان توقفها. بس طبعا ده عيب ولازم اقول لك عليه. وطبعا هنا التليفون ما فيهوش مدخل 3.5 مللي بتاع السماعات. وكمان للاسف هنا التليفون مش بيدعم كاميرا التليفوتو، والتليفون للاسف مش بيدعم كارت ميموري. يعني انت هيدعم بس خطين، مش تقدر تزود المساحه عن 256 الموجودين هنا في التليفون. فخلاص يا معلم، لو انت بتدور على موبايل بأداء عالي وشاشة ممتازة وشحن سريع وميزانيتك في حدود المتوسط، يبقى 50 برو بلس هو الاختيار الأمثل ليك. لكن بقى لو انت بتدور على التحديثات العالية والاعتمادية والكلام ده كله، فإن الفينكس مش هيبقى أحسن اختيار بالنسبة لك. بس أنا بالنسبة لي ده يعتبر تليفون أكبر قيمة مقابل سعر، لأن هو بيقدم لك مميزات مش موجودة في تليفونات أعلى منه. وبس كده، دي كانت كبسولة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك والاشتراك في القناة. كان معاك الخديوي من قناتي وقناتكم دوبي فون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتيرة، وسلام.